يا بنات خالتي استنوا ثانية، في 7 أخطاء في النظافة الشخصية أغلب البنات بيعملوها كل يوم، وممكن تكوني انتي واحدة منهم من غير ما تاخدي بالك. أول غلطة إنك ترشي البرفان قبل ما جسمك يكون نظيف. البرفان بيغطي الريحة لكنه مش بيحل المشكلة. الحل استحمي الأول وبعدها استخدمي البرفان. تستخدميش نفس الفوطة أسبوع كامل، البكتيريا بتحب الأماكن الرطبة. غيري فوطة الجسم كل 2 أو 3 علشان جسمك يفضل نظيف. الاستحمام في دقيقة واحدة مش كفاية، ركزي على الأماكن اللي بتتعرق أكتر زي الرقبة وتحت الإبط، وخدي وقتك في التنظيف. في بنات بتنظف سنانها وبتنسى تنظف لسانها، وبعدها تستغرب ليه ريحة النفس لسه موجودة. خصصي 10 ثواني لتنظيف لسانك كل يوم. ما تحطيش مزيل العرق على جسم مليان عرق، استخدميه بعد الاستحمام وعلى بشرة ناشفة علشان يشتغل بكفاءة ويفضل معاك فترة أطول. يا بنات خالتي، البرفان لوحده مش هيخلي ريحتك حلوة، اللبس النظيف أهم بكتير. غيري هدومك أول بأول، خصوصاً بعد الحر أو التمرين. شرب المية مش بس لصحتك، ده كمان بيساعد جسمك يحافظ على ريحة منعشة وبيخلي بشرتك وشعرك في حال أحسن. ما تنسيش تشربي مية كفاية كل يوم. يا بنات خالتي يلا نفتكرهم بسرعة: البرفان قبل الاستحمام، الفوطة القديمة، الاستحمام السريع، نسيان تنظيف اللسان، مزيل العرق غلط، اللبس غير النظيف، وقلة شرب المية. يا بنات صدقوني، لو غيرتي العادات البسيطة دي هتحسي بفرق كبير جدا في ريحتك ونظافتك وحتى ثقتك في نفسك. وافتكروا يا بنات إن النظافة الشخصية مش معناها برفان غالي ولا منتجات كتير، النظافة عادة، ولما تبقى عادة هتفرق معاكي كل يوم. لو استفدتي من الفيديو اكتبيلي في الكومنتات أكتر غلطة كنتي بتعمليها، وما تنسيش تعملي لايك واشتراك علشان كل يوم هنكتشف سر جديد يخليكي تهتمي بنفسك. أشوفكوا في الفيديو الجاي، باي.